كان عندي جذع الشجره ده، وفي بنت طلبت للبيست فريند بتاعتها انها تترسم على جذع الشجره ده. وبجد احلى حاجه في الموضوع ان تلاقي صاحبك بيفكر فيك وبيبقى عايز يرسمك على حاجه ويديها لك. وابتديت بقى ان انا ادي الطبقه البيضاء على جذع الشجر عشان ابتدي ارسم عليه، وكده بقى جاهز. كنت نفسي اوريكم صوره البنت الحقيقيه اللي عايزه تترسم بس ما ينفعش عشان الخصوصيه. طبعا رسمت البنت، يلا نلون بقى لبسها، وابتديت ان انا اعمل درجه اللون، ويلا بينا بقى نحطه على لبسها. وحطينا اللون، يلا بينا بقى نعمل التفاصيل البسيطه، وعملنا الطرحه وعملنا لبسها بالتفاصيل البسيطه دي. بس جت اصعب لحظه بقى ان انا اخططه باللون الاسود. ربنا يستر وعملته الحمد لله، بس لسه طبعا ما خلصتش، وخلصت الحمد لله يا جماعه بدون خسائر. وجت تاني اصعب حاجه في حياتي، قرار بقى انك تعمل الخلفيه بقى. وعصرت دماغي وعملت المنظر الطبيعي ده، وطبعا لسه ما خلصتش، وعملت لها سور من ورا بحيث ان هي تبقى جوه الحقل بتاع الورد ده. وعشان صاحبتها بتحبها طلبت مننا ان احنا نكتب لها جمله جميله جدا على جذع الشجر. وبكده كتبت الجمله، قلت بقى اصورها لصفحتي ارطايه فريو. لو انتوا بقى عندكم التركيز عالي قولوا عدلت في الرسمه ايه.